ازيكم النهارده الفيديو هيكون عباره عن اول 3 ايام من رمضان. يلا بينا عشان نشوف هنعمل ايه النهارده. هنبدا الفلوج من بالليل. النهارده ليله اول يوم رمضان، ويلا بينا نروح نصلي التراويح في الجامع. الزينه والنور اللي على البيوت شكلها حلو قوي. وصلنا خلاص الجامع وده شكله من بره، ويلا بينا بقى عشان ندخل نصلي التراويح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اجواء رمضان بعد كل صلاة. وبعد شوية السما مطرت، واللي بيحب المطر هو اللي هيبقى عارف ان اجواء المطر في الشارع حاجة تانية خالص. صباح اول يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. تعالوا اوريكم الزينة الزيادة اللي عملناها بعد فيديو المشتريات وزينة رمضان. هي دي كمان اهي، ما كنتش لسه صورتها. ودي كمان، وفي كمان النور الاحمر والابيض هوريهولكوا بالليل. وبس كده. كمان المفرش ده جبناه حطيناه طبعا على السفرة زي ما انتم شايفين اهو، شكله حلو قوي. وحبل النور ده كمان اهو، هوريهولكوا برضو بالليل وهو منور. وكمان حبل الزينة اللي على شكل مثلثات علقناه بالشكل ده. يلا بينا بقى عشان نساعد شوية في لف ورق العنب، وده كان لسه قبل ما يتطبخ. طبعا المحشي اول يوم رمضان ده اساس عند كل المصريين، واللحمة كمان. ويلا بينا نعمل خشاف قبل ما الأذان يأذن، بعدين نحط المكسرات على بعض. حطيت أول حاجة فستق وعين الجمل وبندق ومشمش مجفف وجوز هند وزبيب وفول وبلح أو فطرة وقمر الدين وتين مجفف. ودي كل المكسرات اللي أنا حطيتها، وده يكون الشكل النهائي. دلوقتي يا جماعة كانوا بيفرقعوا صواريخ، سمعتوها؟ بيفرقعوا صواريخ كل يوم قبل الفطار. انتوا بتقولوا عليها فناكيش ولا صواريخ؟ قولولي في الكومنتس، عشان احنا عندنا هنا بنقول عليها صواريخ. وده يكون حبل الزينة وهو منور. بعد الفطار اكلنا بلح الشام، وده يكون شكل الزينة اللي في البلكونة بالليل بس من بعيد. وده يكون شكلها بالتفصيل من قريب، شكلها حلو قوي. Two thousand years later. النهاردة تاني يوم رمضان، وهندخل على فقرة الحلويات على طول عشان نعملها مع بعض. طبعا مش محتاجة اقول ان انا هعمل قطايف، وعملت نفس حشوة المكسرات بتاعت امبارح. وطبعا انتوا شايفين الطريقة، بنحط الحشوة في النص وبعدين نقفل عليها، وده يكون شكلها قبل ما اقليها في الزيت. وده يكون الشكل النهائي بعد ما جهزت وحطيت عليها السيرب كمان. يلا بينا عشان نحط عصير الكركديه عشان نفطر. سامعين صوت المسحراتي؟ هو صوته بعيد شوية. وده شكل حبل الزينة بتاع البيت اللي قدامنا. شكله الصراحة حلو قوي، بس في الحقيقة احلى بكتير وواضح اكتر من كده كمان. النهاردة تالت يوم رمضان، وطبعا فقرة الحلويات هتبقى معايا النهاردة. هعمل ام علي لأول مرة. اول حاجة معايا الفول السوداني والزبيب والجوز هند، هنحطهم في الطبق مع بعض ونقلبهم عشان نحطهم على الجلاش، وهنعمل مع بعض خطوة بخطوة. حطيت الفول السوداني والجوز الهند المبشور. دلوقتي هنحط الجوز الهند العادي، وبعدين هغسل الزبيب واحطه. وبحط الزبيب خلاص بعد ما غسلته. وكمان قطعت عين جمل وهحطه، وبعدين هنقطع البندق ونحطه برضو. خلاص كده قطعت البندق هنحطه بقى. هقلبه بقى مع بعض واجيب الجلاش عشان نحطه في الصينية. وده يكون الشكل النهائي. هي كان طعمها حلو بس كانت تقيلة شوية. دلوقتي انا قررت ازين المكتب بتاعي كمان لرمضان، فهحط شوية حاجات بسيطة واوريكم النتيجة. وده يكون شكل المكتب قبل ما احط عليه اي حاجة واجهزه لرمضان. اول حاجة هحط الزرعة الصغيرة دي، وكمان جبت دول عشان احط فيهم الاقلام على المكتب. دول اللي بتحطوا فيهم الاقلام وبيكونوا منظمين كده جنب بعض. وطبعا الفانوس ده هحطه كمان جنبهم على المكتب. واخر حاجة هتكون المفرش ده، انتوا طبعا شفتوه في المشتريات في الفيديو اللي فات، فهحطه كمان على المكتب. يلا بينا بقى عشان نظبط المكتب مع بعض ونشيل الحاجات دي عشان نحط مكانها المفرش.
تعالوا افرجكم على بقية المكتب. وفي كمان الكرسي ده زي ما انتوا شايفين كده عليه نفس المفرش اللي هو ده. اول حاجة بقى هنشيل المفرش ده وهنفرش المفرش ده عليه. اول حاجة طبعا الفانوس، هنظبط الشمعة اللي جوه عشان طلعت من مكانها. شايفين الشمعة اللي جواه؟ هنحطه هنا لغاية لما نشوف هنحط كل حاجة فين. وبعدين هنحط بتاعة الأقلام دول، هما بيقولوا عليها organizers اللي هي بتنظم الحاجات، فهنحط دول كمان. وهنحط الأقلام اللي أنا بستخدمها جواها اهي. وهحط كمان الهايلايترز جوه التانية، وكمان الزرعة الصغيرة دي هنحطها، وكمان الفانوسين دول هحطهم كده جنب النبتة دي. وبعدين هجيب التابلت بتاعي عشان احطه هنا، وكمان هحط القرآن بتاعي عشان اقرأ فيه كده هنا، وكمان المسبحة. وكده يكون المكتب بتاعي جاهز. ايه رأيكم؟ اهو صورهولكوا بقى من هنا بشكل اوضح. انا عجبني جدا. وفي كمان مفرش تاني هوريهولكوا، انا محتاره ما بينهم هما الاتنين، وقولوا لي في الكومنتس انهي احلى. هحطه دلوقتي واوريهولكوا. هو ده المفرش التاني اللي انا بقولكوا عليه، ده احلى ولا التاني؟ هحط دلوقتي عليه الحاجات عشان تشوفوا الشكل كامل. وده يكون الشكل التاني للمكتب. قولولي رأيكم في الكومنت. ده هيكون الشكل رقم 2، وده الشكل رقم 1.